كاد المعلم أن يكون رسولا. واسمعوا معايا هاد القصة، هادي قصة عجيبة. هادي واحد البادية، فيها واحد المدرسة كيقراو فيها التلاميذ كلهم فقراء إلا واحد التلميذ. داك التلميذ ديما كيجي لابس مزيان، والديه كيتهلاو فيه، كيلبس نقي، كيجي تيقرا مزيان، يعني لابس مزيان أحسن من قاع التلاميذ ديال القسم ديالو. المهم، واحد النهار تسرقات ليه الساعة وقالها للمعلم. المعلم طلب من التلاميذ كاملين ينوضوا للسبورة، يديروا وجوههم على السبورة ويسدوا عينيهم، وبدا كيقلبهم واحد بواحد حتى وصل السارق وهو ياخذ ديك الساعة ودارها في جيبو وزاد كيقلب. وسطروا على هادي وعقلوا عليها علاش زاد كيقلب حتى سالاهم كاملين. وفي الاخر طلب منهم يرجعوا لبلايصهم. رجعوا لبلايصهم، وواحد شوية مشى عند داك الولد مول الساعة، داك التلميذ مول الساعة، وعطاها له، وحتى شي حاجة ما وقعت. ولكن التلميذ اللي سرق بقى حاير بينه وبين نفسه ويلي باش غادي يخرج له هاد النهار هذا. لكن في الاخر لقى المعلم ما قال له حتى شي حاجة، كلشي داز بسلام. التلميذ من ديك اللحظة ولا كيجتهد ولا كيحضي راسو، ما بقاش يدير البسالة لانه كان مشاغب، ما بقاش يدير البسالة، ما بقاش يتعدى، ما بقاش يجي مكرفص، ديما تيجي نقي، ديما كيراجع الدروس ديالو باش ما يلقاش عليه كما تيقول على راسو، باش ما يلقاش المعلم عليه شي سبة ويتفكر القديمة والجديدة. المهم، دازت سنين وهما يتلاقاو في واحد المناسبة. ديك المناسبة فاش تلاقاو بداو كيهضروا، كان واحد جالس حدا الاخر. داك التلميذ ولا بقى كيهضر مع المعلم ديالو سابقا، لانه كيعرفو، ولكن المعلم ما بقاش عاقل عليه. قال له ودي انت كتهضر معايا بحال كتعرفني وانا راني ما كنعرفكش. قال له ودي واش انت هو المعلم فلان؟ قال له ايه انا هو. ايوا قال له انا هو واحد من التلاميذ اللي فايت قريتيهم. ايوا قال له انا راه بزاف عليا ما قداش نعقل، انا قريت الوليدات صغار انه فاش يكبروا يعني راه غادي يتبدلوا بزاف. قال له غادي نعطيك واحد العلامه ما تقدر تذكرني. قال له واخا شنو هي؟ قال له انا هو اللي كنت سرقت الساعه ديال الزميل ديالي ونوضتينا للسبوره وجبتيها لي من جيبي وما قلتي لي حتى شي حاجه. قال له سبحان الله، انا من ذاك العهد نسيت ذاك الامر، لانني اصلا انا ما كنتش عارف شكون اللي سرقها وما بغيت حتى شي واحد يكون عارفها. وحتى فاش لقيتها في جيبك ما بغيتش نوقف، قلبتكم كاملين باش حتى واحد ما يعرفك شكون واش انت هو اللي سرقتيها. وحتى انا براسي ما كنتش عارف شكون اللي كان سارقها، واخا جبتها من جيبك ما كنتش عارف، لحقاش كنت مغمض حتى انا عينيا كما غمضتوهم حتى نتوما غمضتوا عينيكم وانا غمضت عيني. وفاش جبتها بقيت كنقلب حتى كملت التلاميذ كاملين باش حتى واحد ما يعرفك، باش ماشي كل مره يشوفوك وغادي يقولوا عليك شفار. سبحان الله العظيم. بهذه الحركة الذكية البسيطة صنع من الولد يعني إنسان عاقل ومجتهد. وفي الاخر فاش سولوه على الحياة ديالو قال واش كدير؟ قال له راني وليت موظف كبير، راني كنت من داك الوقت وانا كنجتهد، من داك الوقت وانا كنجتهد وما عمري درت حتى شي خطأ حتى لدابا. سبحان الله العظيم. هادو هما اللي كتجي عليهم المقولة ديال كاد المعلم أن يكون رسولا. المهم، إلا عجبتكم القصة شاركوها مع الأحباب والأصدقاء، والسلام عليكم، حتى القصة أخرى إن شاء الله.